بيكم حبايبي. احنا الفيديو اللي فات عرفنا ايه هي المقاسات الأساسية المطلوبة عشان تنفذي اي موديل. المرة دي احنا هنشوف ازاي ناخد المقاسات من على الماليكان بشكل عملي. اول حاجة بتتاخد هي عرض الكتف من ورا، هنلف الماليكان وهناخد عرض الكتف. عرض الكتف بيتاخد من طرف الكتف من الناحية دي لطرف الكتف من الناحية دي، المكان اللي بيبقى فيه الخياطة ده. بعد كده هنلف الماليكان وهناخد دوران الصدر. دوران الصدر بيتاخد ازاي؟ بنلف المزورة كده زي ما انتوا شايفين، وبنحط المزورة على اعلى نقطة في منطقة الصدر، النقطة دي تمام، لا بننزل تحت ولا بنطلع فوق. وما بنقفلش المزورة قوي، بنسيب حوالي صباعين كده من قدام. بعد كده بناخد دوران الوسط. دوران الوسط بناخده برضو بالشكل ده، وما بنقفلش برضو المزورة للاخر، بنسيب مسافة برضو صباعين من قدام برضو. بعد دوران الوسط بناخد دوران اكبر حجم اللي هو دوران الهانش، بناخده من الجنب مش من قدام، وبرضو بنسيب مسافة صباع صباعين كده تبقى مريحة سنة يعني. بعد كده بناخد مقاس طول الصدر. طول الصدر بيتاخد ازاي؟ بنشوف اعلى نقطة في منطقة الكتف اللي هي النقطة دي، وبنحط المزورة عندها ونثبتها وننزل لحد اعلى نقطة في منطقة الصدر اللي هي النقطة دي. بعد كده بناخد طول الوسط بنفس الطريقة، وبنعدي على اعلى نقطة في منطقة الصدر وبننزل لحد مكان الوسط. وطبعا عرفنا الفيديو اللي فات ازاي ناخد دوران الرقبة والحسبة بتاعته، وازاي نطلع حردة الابط برضو بحسبة بسيطة، ونشوف برضو طول الكم، طول البنطلون، طول الجيبة، شوية مقاسات تانية زيادة بس بتختلف على حسب الموديل اللي انت هتعمليه. لكن المقاسات اللي احنا خدناها دلوقتي تعتبر دي المقاسات الأساسية واللي هتحتاجيها في أي موديل. ولو عاوزة تعملي كل الموديلات دي واكتر كمان، وتوصلي لمرحلة انك تعملي لبسك كله لنفسك سواء خروج او سواريه، تابعيني واشتركي معايا، وان شاء الله كل الحاجات دي واكتر هنعملها مع بعض واحدة واحدة بالفيديو، هنتعلمها وهتطلعي حاجات احسن من كده كمان.